من مدينة تطوان لعشاق الاماكن الهادئه، الا كنتي هنايا في مدينه تطوان وبغيتي شي مكان اللي غادي يكون هادئ وعنده واحد الاطلاله اللي زوينه على مدينه تطوان، تماك راه كاينين بزاف ديال المطاعم وبزاف ديال المقاهي. غادي نمشيو لبوعنان، هي جات في واحد المنطقه اللي حضاريه اللي يمكن لك تشد طاكسي صغير غادي يوصلك حتى لبوعنان. يلا تبع معايا الفيديو من الاول حتى التالي باش غادي تقدر تعرف كل شيء على هاد البلاصه زوينه. مرحبا بكم في تطوان. مرحبا بكم في تطوان عنا. مرحبا بكم في تطوان عنا. بالنسبه لبوعنان جات في منطقه حضاريه. دابا حنا كنتواجدوا في المحطه الطرقيه ديال مدينه تطوان، وكاين هذا الشارع هذا هو اللي غادي يطلعنا حتى لذاك الجبل الفوق باش غادي تبقى تبان لنا هذه الاطلاله كامله على مدينه تطوان. وبالنسبه للمواصلات اللي غادي يوصلونا لبوعنان، المواصلات راه موجودين، كاين الطوبيس وكاين طاكسي كبير، ودابا انا غادي نشد طاكسي صغيره اللي غادي توصلني حتى المطاعم اللي كاينين تماك في الجبل ديال بوعنان. الثمن باش وصلني الطاكسي حتى لهنايا 13 درهم من المحطه حتى لهاد البلاصه هادي. المنطقه ديال بوعنان هنا كاينين بزاف ديال المقاهي والمطاعم الشعبيه، واخا الجو اليوم مغيم راه كاينه هي الاطلاله زوينه على مدينه تطوان. هاد البلاصه هادي كتجمع ما بين الجبل والغابه، ها الغابه موراك، وهنايا خصنا دابا نشوفوا شي مطعم اللي عنده شي اطلاله زوينه على هاد المنظر هذا الرائع. وإلا بغيتي تجيب الطوموبيل ها نتوما الطريق واصله حتى لهنايا وراه غاديه حتى للجبل ديال الاذاعه. غادي نمشيو لواحد المطعم من احد المطاعم اللي كاينين هنا، راه هو داك المطعم اللي مصبوغ بالازرق، عنده جوج دخلات. الا بغيتي تطلع من الفوق وكاينه عنده الدخله من التحت كتطلع له مع الدروج. وهذا هو المطعم، مطعم عائلي وشعبي وكبير، وعندك بزاف ديال التيراسات فين تقدر تجلس. بالنسبه للاطباق اللي كيقدموا غير الطواجن، كاين الطاجين ديال الشطون وكاين الطاجين ديال الكفته اللي دايرين 35 درهم، وكاين هذا ديال الكامبا اللي داير ب 60 درهم، وبالنسبه لكاس اتاي راه كيديروه ب 7 درهم. وبالنسبه للتقييم ديال هاد الطاجين هذا ديال الكامبا اللي معروف في الشمال كيعيطوا الكامبا وفي الداخل كيعيطوا الكروفيت ولا القمرون، بالنسبه للطاجين كان داكشي معتبر وطايب على حقه وطريقه، داكشي بنين يا سلام. وبالنسبه للمطاعم اللي كاينين هنايا في بوعنان كاملين كيقدموا نفس الاطباق اللي معروفين بهاد الطواجن هادو ديال الكامبا ولا ديال الشطون ولا ديال الكفته ولا ديال الدجاج. وبالنسبه للناس اللي ما كتعجبهاش الطواجن راه كاينين سناكات هنا فين تاخذ الساندويتش. وهاد البلاصه هادي معروفه بالكاس اتاي، بالخصوص في الوقيته ديال الغروب مع العشيه كتلقى الدنيا عامره هنايا، الناس تطوان كاملين كيجيو لهاد البلايص هادو. هاد البلاصه هادي زوينه وفيها واحد الهدوء اللي زوين وعزيز على الناس تطوان، الناس اللي كتعشق الهدوء وكتبغي تخرج من داك الضجيج ديال المدينه كيجي لهنايا ياخذ واحد الكاس ديال اتاي في هذا المنظر هذا الرائع وفي هذا الجو هذا اللي فيه داير بك غير الطبيعه والجبل، وكاين واحد الكالم زوين هنايا كتاخذ الراحه ديالك بمعنى الكلمه. وملي تسالي ما تنساش تجي تزور العين ديال بوعنان اللي جايه من تحت القهوه، راه كاين واحد الدروج اللي غادي يخرجوك حتى العين، وهنا هذا الماء هذا خارج من الجبل، ماء طبيعي. شحال هادي كانت تبارك الله مجهده، دابا مع قله المياه راه قلالت شويه، وبزاف ديال الناس هنا كيجيو لبوعنان حجه وزياره، كيجيو يتقهواو وفي نفس الوقت كيجيو يعمروا المياه ديال السيمانه، كيجيبوا معاهم البواده ديالهم والماء ديالها رائع ما تشبعش منه. وملي تسالي بالنسبه للعشاق ديال المشي، وإلا بغيتي تطلع حتى للقمه ديال جبل بوعنان كاين هذا المسار هذا مسار غابوي، الا بغيتي تمشى هنايا في الغابه، وإلا بغيتي تطلع حتى للقمه ديال الجبل راه الطريق هذه غادي توصلك حتى للقمه. هذا هو جبل بوعنان، وهادو هما المقاهي والمطاعم اللي كاينين في بوعنان. من الاحسن غادي تشوف شي وحده اللي عندها شي اطلاله زوينه على مدينه تطوان، وكاينه هاد البلاصه الا بغيتي تجي تصور فيها واحد الاطلاله زوينه لان جايه مرتفعه وكتبان لك مدينه تطوان ومارتيل. غير اليوم شويه مغيمه، وراكم عارفين تطوان منطقه جبليه ديما كيكون فيها هذا الجو هذا.
بالنسبه للمنطقه منطقه امنه وعزيزه بزاف على الناس ديال تطوان، وبالخصوص احسن وقيته تقدر تجي لها هي الوقيته ديال الغروب. المنطقة ديال بوعنان هي واحد المنطقة زوينة بحال ما ليها وتستحق الزيارة، من أهم الأماكن السياحية اللي خاصك تزور إلى جيتي لمدينة تطوان، لأن عندها واحد الإطلالة رائعة على مدينة تطوان، وبالخصوص في الوقيته ديال الغروب ولا في الليل ملي كيشعلوا داك الأضواء ديال المدينة كتولي عندها واحد الإطلالة رائعة. وهنايا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. اي استفسار ما عليك غير تدخل عندي الانستغرام بي فلوغ، تما راني كنحاول نجاوب جميع الرسائل. مرحبا بكم في تطوان. مرحبا بكم في تطوان عنا. مرحبا بكم في تطوان عنا. يا سيدي المسرى 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 راهي ناري تشعل وتزيد. يا سيدي المسرى يا سيدي المسرى يا سيدي المسرى راهي ناري تشعل وتزيد. يا بابور له خلت لي جمرة فوق الروح. يا بابور له خلت لي جمرة فوق الروح، وقلبي مجروح ديت لي الغسالة لبعيد، وقلبي مجروح ديت لي الغسالة لبعيد. جمرة فوق الروح. يا بابور له خلت لي جمرة فوق الروح،